السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المتابعين. لا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. تشاهدون في هذا الفيديو ترتيب الدوري الجزائري وجدول مواعيد مباريات الجولة الثامنة، والبداية بترتيب الدوري الجزائري بعد نهاية الجولة السابعة، حيث يحتل فريق شبيبة الثورة صدارة الترتيب ب14 نقطة، متبوعا في المرتبة الثانية بمستقبل الرويسات ب12 نقطة، وفي المرتبة الثالثة اتحاد خنشلة ب11 نقطة، والمرتبة الرابعة لأولمبيك أقبو ب11 نقطة، والمرتبة الخامسة مولودية الجزائر ب10 نقاط، والمرتبة السادسة مولودية وهران ب10 نقاط أيضا. أما موعد وتوقيت مباريات الجولة الثامنة فتكون كالآتي: يوم الجمعة 17 أكتوبر على الساعة 6 مساء، أولمبيك أقبو ضد مولودية البيض، ترجي مستغانم يواجه أولمبي شلف. ويوم السبت 18 أكتوبر على الساعة 6 مساء، نجم بن أكنون يواجه شباب قسنطينة، ومولودية وهران ضد شباب الثورة. ثم مباريات يوم الثلاثاء 21 أكتوبر على الساعة 6، مولودية الجزائر ضد نادي برادو، شبيبة القبائل ضد اتحاد خنشلة، فيما تم تأجيل مباريات اتحاد العاصمة ضد مستقبل الرويسات، وشباب الوجداد ضد وفاق سطيف.